بالنسبة للإناث ده كويس جدا، وهيزيد طبعا من سرعة الإنتاج أو سرعة البيض، عشان طبعا مش هيبقى فيه تليس على المبيض بتاع الإناث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله طالع أقدم مكون مهم جدا للحمام بتاعنا، موجود في كل بيت، صدقني هيغنيك عن جميع الأدوية والتحصينات. زنك، حديد، كالسيوم، فسفور، مغنيسيوم، كل العناصر دي، زائد إن هو فيه سعرات حرارية. المكون اللي هتكلم عليه النهارده اللي هي عشبة الشيح. ومن أهم فوائد عشبة الشيح كلنا عارفين إن هو طارد قوي جدا للديدان، يقضي عليها تماما، والديدان طبعا هي المسبب الأساسي في قلة الإنتاج. الشيح كمان بيقضي على الأمراض البكتيرية بأنواعها، واللي هي طبعا بتسبب الأمراض مثل السالمونيلا والكوكسيديا. الشيح مفيد جدا للجهاز التنفسي، يقضي تماما على العدوى الوبائية، واللي هي طبعا بتيجي نتيجة تيارات الهواء، الريش، الغبار اللي هو بيبقى موجود أثناء فترات القلش اللي احنا فيها دلوقتي. الشيح كمان يعتبر من الفوائد العظيمة بتاعته إن هو بيقضي تماما على جميع أنواع الإسهالات، إذا كان إسهال بني، إسهال مائي، إسهال أخضر. مش بس كده، كمان بيعمل على فاتح قوي جدا للشهية. بالنسبة للحمام بتاعنا بيساعد الحمام بتاعنا في زيادة معدل الجسم بتاعه أو زيادة الوزن بتاعه. الشيح كمان له فوائد كبيرة جدا في طرد الغازات بالنسبة للحمام بتاعنا. مش بس كده، مضاد قوي جدا للسموم. يعني لو أنا حابب إن أنا أشتري مضادات للسموم فأنا ألاقيها في الشيح، فده طبعا تعتبر من الحاجات اللي أنا قلت عليها الأدوية اللي أنا بدور عليها طوال فصل الشتاء. مضاد قوي جدا للانتفاخ عند الحمام، الانتفاخ اللي هو بيجي نتيجة طبعا البكتيريا المحبة بالماء أو انتفاخ الهواء اللي هو بيجي عند الحمام بتاعنا، بنشوفه في انتفاخ الحويصلة، فده بيحد منها أو بيمنع حالات الانتفاخ عند الحمام بتاعنا. منشط طبيعي للكبد، يعني لو انا بدور على منشط كبدي للحمام بتاعنا طبعا بنلاقي ساعات حالات هذلان للحمام، بنلاقي فيه تكاسل، فده طبعا بنحتاج ان احنا نشتري منشط كبدي. مش هلاقي طبعا اقوى من الشيح في عملية تنشيط الكبد. الشيح بيزيد معدل الخصوبة، ودي حاجة انا بحتاجها في موسم الانتاج، خاصة اللي هو موسم الشتاء. طبعا الشيح بيعمل على زيادة معدل الخصوبة بالنسبة للذكورة، فده طبعا بيساعد على زيادة الانتاج وما بيبقاش فيه بيض رايق عند الحمام بتاعنا. الشيح كمان بيعمل على تقوية جهاز المناعة، يعني طول ما الحمام بتاعنا جهاز المناعة بتاعته كويس هيستقبل أي أمراض، هيبقى حائط صد بالنسبة للأمراض طبعا اللي هي منتشرة طوال فصل الشتاء، وأهمها الأمراض الفيروسية اللي هي بتبقى الروشة، والأمراض البكتيرية اللي هي السالمونيلا اللي بتسبب الهزة بعد كده. طارد قوي جدا بالنسبه للحشرات، اذا كان طبعا سوس الريش او الفاش، او اذا كان طبعا الدبان اللي هو بيبقى على الحمام بتاعنا، ده بيعمل عمليه قلق للحمام اذا كان راقد على البيض. ومن اهم اسباب تكسير البيض برضو بتكون الحشرات اللي هي متواجده في الحمام بتاعنا، فالشيح بيطرد الحشرات دي كلها نظرا لافراز ريحه كريهه بالنسبه للحشرات، فبيعمل على طرد الحشرات دي تماما. الشيح يعتبر من اهم المضادات للتشحم بالنسبه للحمام، وده طبعا بيساعد على العمليه الانتاجيه. مفيش دهون عند المبيض، عند الاناث مفيش اي دهون بالنسبه للذكوره، فده طبعا بيساعد على عمليه التخصيب وبيساعد على عمليه البيض بالنسبه للاناث. يعتبر مقوي قوي جدا للعظام نظرا لاحتوائه على الكالسيوم، وده مهم جدا برضو للإناث وللحمام عامة أو للزغاليل، ويمنع حالات الكساح تماما بالنسبة للزغاليل. ومن أهم مميزات الشيح إن هو بيظبط الجهاز الهضمي، بيقلل من عمليات الإسهال والإمساك في نفس الوقت، ودي كلها فوائد عظيمة جدا بالنسبة للشيح. طبعا لو احنا استخدمناه لو مرة واحدة بس في الأسبوع، صدقني بمثابة كل الأدوية اللي احنا بنحتاجها أو التحصينات، مش هحتاج أي تحصينات طوال فصل الشتاء. لو احنا استخدمنا الشيح هيساعدنا على زيادة الانتاج ويحد من انتشار اي امراض طوال فصل الشتاء. هتبقى معانا طريقة التحضير، يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير بالنسبة للشيح. اول حاجة يا جماعة بعملها ان انا بسخن ال2 لتر مية وبصبهم في حلة زي كده. بعد كده بقى بجيب الشيح واخد منه مقدار معلقة او معلقة ونص على ال2 لتر مية، معلقة كبيرة، وبحطها في المية. وبعد كده بحط حوالي نص معلقة تاني. بغطي بقى الحلة علشان طبعا اهم حاجة الزيوت اللي هي بتبقى الزيوت الطيارة اللي هي بتبقى فوق في غطا الحلة، دي مهمة جدا، وهي دي اهم حاجة في الموضوع كله يا جماعة، الزيوت الطيارة. طبعا بقى بعد ما قفلت عليها لمدة ساعة او ساعتين بفتح عليها بقى وبنزل بايدي القطرات اللي هي طلعت على غطا الحلة اللي هي الزيوت الطيارة اللي انا اتكلمت عليها. بنزلها بايدي بالطريقة دي كده، بصفي المنقوع بتاعنا او
الشيح اللي احنا غليناه اهو كده بنفس الطريقة، بصفيه بمصفى بقى زي دي كده. وبعد كده بقدمه للحمام بتاعنا بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. واهم حاجه ان احنا نعطش الحمام يا جماعه عشان يستفاد باي جرعه، اذا كانت اعشاب او اذا كانت ادويه. بعطش الحمام بتاعي لا يقل عن 4 ساعات، ده عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكتر جرعه يحتاجها من الاعشاب او الادويه اللي انا بقدمها. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.